الطريقة الصح لعمل المتة الأرجنتيني. فازت بالمسابقة جوزة المتة. في ناس بتحب تصفيها. شلون بدي أقول لكم يعني؟ نستنى تفاعلكم على السؤال اللي سألنا لكم إياه عن جوزة المتة. كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. شو أخباركم اليوم؟ عم نشرب متة أنا وندوشة، وصلنا كم يوم ما طلينا عليكم، اشتقنا لكم كتير كتير كتير. حطيت شي 5 معالق هون. فقلت اليوم هيك بنقضي نهار سوا في المطبخ، أكتر مكان بنرتاح فيه يعني، ونشوف شو رح نعمل إحنا وياكم. بس هلأ رح نشرب كم متاي بالأول. بيسألونا كتير عن فوائد المتة. يعني إلها فوائد كتير المتة صراحة. أول شي شو هي المتة؟ هي مثل ما شايفين هي عشبة بتشبه الشاي الأخضر، وهي شجرة بيطحنوا الأوراق والساق لتطلع بهالشكل، وفي منها خشن وفي منها ناعم، وهي موطنها الأصلي الأرجنتين والأوروغواي أمريكا الجنوبية. هاي شايفين هيك. طيب ندوشة شو فوائدها؟ هي مضاد أكسدة، بتقوي جهاز المناعة، فيها فيتامينات كتير، سهل الهضم، يعني سهل للهضم، منيحة للمعدة كتير، بتعوض عن السوائل. يعني شو بدي أعدد كتير فوائد المتة صراحة. وللكل اللي بيهمهم كمان قصة الدايت والنحف، المتة بتنحف على فكرة يعني بتزيد الطاقة والنشاط. كافيين طبيعي فيها كافيين طبيعي. هذا اللي بفرقها كمان عن المنبهات التانية. هي فيها شوية مرار، للي ما بيحب طعمة المرار فيها هلا ممكن نضيف سكر، بس نحن صراحة بنحبها بدون سكر، حتى ما بنحط السكر بالمرة، ما بنحط. يعني في ناس بيحطوا، مو في ناس، هلا الأكترية يعني بحطوا جاربة سكر، هاي المتة بنقولها جاربة وسكر. نحن لا، بس بنحط المتة، ما عشبة المتة، يعني ما بنحط سكر أبدا. هلا كمان شغلة تانية بالنسبة للمرار، في ناس بتحب تصفيها، يعني كمان بقل المرار، بس نحن لا، ما بنصفي المتة صراحة. أول وحدة قصدك يعني؟ أول وحدة بيصفوا المتة مشان بتخفف المرار، ما بحبوا يشربوها أول وحدة، بس نحن لا، متعودين وعادي يعني نشربها. بتلاقوها بالسوق بهالشكل هذا، يعني بهالباكيتات هاي بتلاقوها بالمحلات تقريبا، بالسوبر ماركت تقريبا، بالمنتجات السورية يعني موجودة. في أنواع كتير منتجات في كتير أنواع. في أنواع كتير، في منها كمان ناعم، وهذا النوع نحن بنفضله صراحة، بس كل الأنواع كمان يعني طيبة. أحيانا بتتوفر أنواع، ما بتتوفر أنواع تانية، بس تقريبا كل الأنواع طيبة اللي بالسوق. بدي أحكي شغلة مشان الحفظ كمان، المتة فيها خاصية هيك إنه بتطعم من كتير شغلات، يعني إذا حطيته حتى شغلات تانية بتطعم منها، فلازم نحفظها في منطقة يعني بمكان هيك جاف وما يجي عليها شيء، يعني يكون هيك لوحدها، ما تكون، ما يكون جنبها شيء هيك فيه شلون بدي اقول لكم يعني، بهارات او اي بهارات بتطعم، يعني هيك في ريحه في شيء، يعني لانه على طول بتلقط المتة. عشبة حساسة يعني. ونحن بنحفظها كمان في علب، يعني في بتفضوا كل باكيت كل باكيت بنحطه في علبة، بس يخلص بنرد نعبيه. شايفين؟ شو ممكن نضيف للمتة منكهات؟ شو يعني هلا في مشان هيك نغير هيك شوي، في اللي ما بيحب طعم المتة او بحب هيك يزيد عليها شويه نكهه، ممكن نضيف مليسه، عشبه المليسه كتير كتير نافعه كمان وطيبه. الميراميه يا مجففه فيها خضراء. شو كمان؟ اكليل الجبل كتير كتير طيب مع اكليل الجبل، عشبه اكليل الجبل. ناشف او الحبش، الريحان، الهيل كمان طيب مع كتير. الهيل. يعني للي بحب، يعني للي بحب، مشان ما تقولوا لي. زنجبيل، في ناس بتحب تضيف زنجبيل. في المي بيضيفوا الزنجبيل صح؟ ممكن للي بحب، اللي ما بحب لا يضيف. اغلب نحن كمان بنضيف يعني في البريد، مثلا اذا عندنا اعشاب تازه بنضيفها في البريد، او مجففه بنخلطها مع العشبه مباشره. صحه وهنا. طيب نحن في الايام العاديه او الصباح بنحب نشرب بكاسات،
يعني أسهل والشرب فيها طيب، وكمان حجمها حلو. والمساء أحيانا نشرب في جوزة. جوزة المتة. مم. مين بيعرف شو أصلها هاي؟ يعني شلون بتكون؟ شلون بيصنعوها يعني؟ شلون بصنعوها؟ يعني هي هي طبيعية، هي صناعية، هي شو؟ خبرونا. ايه خبرونا. اعملوا بعدين بحث. بنقول لكم، نحن بنعرف، بس خبرونا انتوا لنشوف. اعملوا بحث وابعتوا لنا. ايه. ودائما تسألون عن هاي الجوزة بالذات. هاي ربحتها في مسابقة كانوا عاملينها للطريقة الصح لعمل المتة الأرجنتينية. اشتركت في المسابقة والحمد لله الفيديو جاب يعني مشاهدات حلوة وكسبت هاي الجوزة. لا هي كسبتيها هاي. وفي هذا الميزان تبع الحرقة بعتوا لنا هاي الجوزة. فازت بالمسابقة، بعتوا لنا الجوزة ميزان الحرارة وكمان معلقة المتة وترمس وكمان عشبة المتة وكمان هاي باكيت متة كمان. هاي أكثر أسئلة بتوصلني عن المتة. فخبروني شو بلشتوا تشربوا متة ولا لا، وأي سؤال عندكم إياه رح نجاوبكم عنه. طبعا عم نستنى أو كمان تفاعلكم. عم نستنى تفاعلكم على السؤال اللي سألنا لكم إياه عن جوزة المتة. يلا اعملوا بحث وقولوا لنا تنشوف.